ده جزء من النقش اللي احنا شفناه جوه ما تسمى مقبرة. الحقيقة معمول على أبلكاش، على خشب أبلكاش، كله مزور. فدي نصيحة تانية لكل الطماعين: ما تمشوش ورا النصابين، دي نصبايا كبيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة 13 فبراير 2023، من المكان اللي تم فيه البلاغ انه فيه هنا اثار ومقبرة كلها اثرية، للأسف كلها نصبايا، مفيش حاجة فيها اثرية على الاطلاق. حتى التابوت ده اللي معمول من الفايبر، ما ادعوه انه فيه سبايك ذهب. اهي المنظر بتاعنا اهو، كلها معمولة من الجبس. حتى التماثيل، وليكن التمثال ده الشكل العام بتاعه اهو، لكن لو حقيقة الامر هنلاقي ان التمثال برضو جبس. فيبقى نقدر نقول انه كل اللي موجود هنا عبارة عن نصبايا كبيرة، ومفيش حاجة اثرية على الاطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى النقوش اللي موجودة هنا لا تمت للأصل بشيء، سواء كان الخرطوش اللي هو الفيك ده اللي بيتكلم على أي كلام. مناظر النقوش اللي احنا شايفينها كلها دي كلها رسومات اتعملت حديثا، معرفش ممكن تكون اتعملت في سنة، في أقل من سنة، إنما كلها ما بتمتش للواقع بشيء. كلها حاجات جايبها من كتب، جايبها من دماغه، مناظر مختلفة تماما. حتى منظر الملك اللي ماسك التعبان ده لم يظهر منظر زي كده في تاريخ الحضارة المصرية القديمة على الإطلاق. دي نصيحة لمين؟ لكل الطماعين: ما تقعوش فريسة في إيد النصابين لو سمحتوا. أهي نصبايا كبيرة أهي.